هو فأر من طرف فرقات بعد البطولة الإفريقية، لأنه المصري فاز عليه في البطولة الإفريقية. هنا المسكة مهمة جدا، دخول خاصة حذاري من اللعب السلبي، لأنه الآن الذي يرجع للوراء هو اللي يحتسب عليه اللعب السلبي. هنا شوف، هنا في اللقطة، هنا فرقات هو اللي هنا في المسكه مهمه جدا. هنا اللي يبادر بالهجوم وفرقات كريم فرقاته في المبادره في المبادره يعني مهم جدا، لانه يحتسب اللعب السلبي على المصري وتكون نقطه للجزائري. هنا مباشره بعد دقيقه، على الاقل دقيقه و50 دقيقه او اقل من دقيقه، ينبه بالعمل السلبي اللي نظن انها راح تكون للمصريه. عبد الكريم فرقات الذي ينازل محمود السعد المصري. شوف هنا الخبره، شوف الشراسه، شوف كل واحد يعرف الزميل تاعو. منافسه كبيره. هنا راح ينبه، الان راح ينبه باللعب السلبي لاحد المنافسين. هنا شوف هنا حكم، لانه فيه الان تاثير المدربين، لانه في بعض الاحيان يريد ياثر على الحكم. الحكم الطاوله يوقف يعني من خلال التعليمات التي قدمها المدرب. والمدرب المدرب المصري هو من كيرغستان، عنده ابطال عالميين. هنا راح ينبه، اظن هنا راح ينبه باللعب السلبي. هنا اللحظه هذه، هنا الحكم هنا ايوه لعب سلبي، نظن الفرقات هو اللي راح ينزل. نعم، هو المصري ايوه هو يسجل نقطه عبد الكريم فرقات، لانه شفت الحكم طلع يده الزرقاء، لانه لازم تتبع، لانه فيه اليد فيها يد زرقاء ويد حمراء. ايوه هنا مهم جدا. نعم. هنا انا نعرف فرقات يحاول انه ينطروا، بمعنى يراشيه، وهذه فرصه لفرقات باش يسجل. انا اتمنى انه فرقات انه يحاول يستغل هذه الفرصه هذه. شوف هنا حذاري من الهروب، حذاري ما يطولش، لانك عندك على الاقل 10 الى 20 ثانيه. حذاري الا ما دورتوش. هنا المصري قوي المصري في الارض. قوي وما سجل الان النتيجه 1-0 للجزائري، في افضليه للجزائري، ولكن الجزائري في المسكه ما كانتش سليمه دري في الراوند الثاني. ايوه في الشوط في الجوله الثانيه راح ينزل، هو اللي راح ينزل، والمصري راح ياخذ نقطه. هذه مفروغ منها، راح نشاهدوها بعد قليل. لكن الان فرقات لازم يركز على المنازلة تاعو، أنه يحاول على الأقل يديه إلى المنطقة البرتقالية لتسجيل على الأقل نقطة. هنا ممتاز فرقات، هنا ممتاز، راح يسجل 4 نقاط. ممتاز 5 الآن، خدا أفضلية، وهذه هي نقطة القوة تاع فرقات. 5-0. أيوة، أحسن أنه يزيد الآن، ممكن أنه يديه. هنا ممتاز، هنا نقطتين أخرتين، يعني قلبه أيوة 4 نقطتين أظن، نقطتين الحكم هنا نقطتين، أيوة 7، باقي نقطة واحدة ويفوز بالميدالية الذهبية. مهم ان شاء الله. هذا ما دخول موفق لعبد الكريم فرقات في هذا النهائي. أيوة. نهائي وزن 60 كيلوغرام، لانه مصارعه اغريق رومانيا. هو انتهز الفرصه الان، حتى 7-0 ممكن ما ينزلش فرقات. اذا وصلت 7-0 هنا الحاكم ممكن ما ينبهش باللعب السلبي، لانه بشرط انه فرقات يبقى يشتغل. عبد الرحمن حماد على الصورة، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية في القاعة. طبيعة الحال لتشجيع المصارعين الجزائريين المشاركين في هذا النهائي، في انتظار كذلك نهائي آخر. فيصل بن فرج في وزن 67 كيلوغرام، لكن أول ميدالية إن شاء الله ذهبية للجزائر دريس، إن شاء الله نتمناها في المصارعة. نعم. لأنه فرقات أبان هنا فرقات يريد 7-0 نتيجة مريحة جدا بالنسبة لكن للجزائر. لازم يعمل باش ما ينزلوش للأرض للتدوير.
لانه الحاكم الان اتمنى يجب ان يسير عبد الكريم فرقات ولكن المنازلة يبقى الآن يهاجم إدريس. يبقى يهاجم يبقى في حالة الهجوم. نعم. حالة الهجوم ما لازمش انه يخلي المصري ياخذ النقاط. نعم. ياخذ الافضليه. ايوه. الى ماذا يشير الحكم الان؟ ها هو اللاعب سلبي ينزل الجزائري عادي. عادي باينه ما فيهاش. يجب فرقات يبقى ثابت في الارض. يبقى ثابت ولا معليش لو يدوروا مره معليش يدوروا مرتين معليش، ولكن ما لازمش يدوروا اكثر من مرتين لانه تدوير مرتين نقطتين زائد نقطتين، ولكن حذاري من النطر. النطر هو اللي واعر هو اللي صعب. هو فرقات في الارض ممتاز على كل حال، لكن حذاري لانه المصري قوي في الارض المصري. شوف الان المصري يبحث على 4 نقاط لانه نقطتين ما راح تساعدوا. هنا الحاكم لازم يوقف المنازله. ايوه الان ما سجلش عليه. نظن الفرقات الان يعني جوز هذه الحاله بسلام. جوز هذه الحاله هذه والان راح يسير المباراه. عنده الخبره باش يسير المباراه، عنده خبره كبيره. هذه النقطه لازم ناكد عليها. هو بعد. نعم. هنا ممتاز. هاي النقطه هنا نقطتين نظن خلاص انتهت المنازله. انتهت المنازله واول ميداليه ذهبيه. اول ميداليه ذهبيه للجزائر. لعبد الكريم فرقات. مبروك لعبد الكريم بهذه النتيجه وثأر لنفسه كما اشرت ادريس. شوف هنا المسكه تاعو هذه القوه تاعو. المسكه تاعو هنا قوي فرقات لانه المصري ما عنده حتى حل بهذه اللقطه. رائع. وميداليه ذهبيه للجزائر اشرنا اليها 9-1 يعني نتيجه كبيره سجلها عبد الكريم فرقات في هذا النهائي، والف مبروك له وللمصارعه الجزائريه بهذا النتيجه. وفي وهران كان ادريس حصل على الميداليه البرونزيه. ايوه. لا فرقات كان دائما حاضر. يعني في وهران ما كانش في ما شوف كامل الامكانيات. فرقات عنده يمكن خاصه عنده الاسلوب تاع الاغريقيه تاع البطل كبير. فقط انا نقولها في بعض الاحيان سيديو ديبا هذه هي الاصابات. نعم. هذه الرياضه. نعم. وفوز مبروك. رائع. شوف عبد الكريم فرقات. هذه العقليه الجزائريه اللي نريدها من كل الرياضيين. الجرينتا هذه. نعم. ايوه. شوف الان يروح المدرب الكيرغيزستاني وكذلك مدربه يوسف دودو بعزوز بن جمعه، وكذلك المدرب المساعد. يعني الفرقات تسجل يعني رائع. هذه الحركه هذه ممتازه. 4 نقاط مباشره هي اللي حسمت المباراه. شوف العمل الكبير اللي يقوم به الان هنا التدوير هنا. ايوه نقطتين اخرتين نظن هذه كذلك نقطتين هنا. رائع فرقات. انا نقول المسكه تاعو وكذلك القوه تاعو هي اللي خلته تفوز بهذه المباراه. الف مبروك لعبد الكريم فرقات. انتم تتابعون وايانا سادتي هذه الصور لنهائي الوزن 60 كيلوغرام، وهذه ثاني ميداليه ذهبيه في تاريخ المصارعه الجزائريه في الاغريقيه الرومانيه بعد ميداليه سيد عزارة بشير في وهران. الجزائري عبد الكريم فرقات. والف مبروك لعبد الكريم كما